السلام عليكم، مرحبا بكم في شهوات مغربية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. وفيديو ديال اليوم غني على التعريف. هذا وقته الفول الخضر. كل واحد وكيفاش كيطيبو، كل واحد وكيفاش كيبغي ياكلو. المهم الطريقة ديالي اللي بغيت نبارطاجي معكم، الطريقة ديالي هي هذه. تبعوا معايا المقادير ومرحبا بكم. عندي هنايا 2 كيلو ديال الفول، غسلته وسقطرته من الماء. غادي نفورو في الكسكاس. تبعوا معايا الطريقه ديالي. وشكرا لكم اخوتي واخواتاتي على الكومونتيرات ديالكم، وعلى المشاهده ديالكم. والله يعطيكم الخير والربح. يلا نكملوا الوصفه ديال اليوم. زوينه، ما حدو الوقت ديالو، الحمد لله الشتا عطا ربي خيرو. هنا نجيبوا الفول اللي بغى، الا بغيتو ديروا ليه هاد تفوروا في الكسكاس، تختاروا الفول طري بحال هذا، وغادي نغسلوه ونستقطروه ونحيدوا له داك الخيوطه ديالو، بحال اللي كنديروا اللوبيه الشعره اولا اللوبيه الخضراء. وغادي نجيبو نقرضو بحال هكايا. نشوفوا الفول اللي طري، اللي ما طريش غادي نحيدو ليه القشره، ولشي حاجه اللي كانت مضروبه عاوتاني كنحيدوها. تبارك الله ما شاء الله، طري شابع ما. هذا دابا غادي نحيد ليه، ما غاديش هذا غادي نحيد ليه القشره، ما غاديش نديرو القشره ديالو. يعني الطريقة سهلة، وصفة لذيذة وصحية. يعني أي واحد أي واحد يقدر يصاوبو. كاين المناطق اللي ما كيديرولوش هاد الطريقة هادي. المناطق ديال حنايا ديالنا ديال تازة مهم الجهات الشرقية هذه هي الطريقة ديالهم. لكن كاين بعض المدن ما كيديرولوش هكا، كيجيبوه غير كيحيدو غير داك الداخل ديالو كيطيبوه وصافي. ما كيفوروش اولا كيفوروه مع الكسكسو صافي. نقرضو هكا، نبقاو هكا حتى الاخير. غير اللي طرا البنات اللي غادي ديروه بقشرتو. نتمنى تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوليش اللايك اخوتي، الله يجزيكم بخير، والكومونتير ديالكم الله يجزيكم بخير. اللي مضروب ما غاديش نديرو ليه القشره ديالو بحال هذا. دابا هانتوما شوف سبحان الله، صدقوني كتجي هاد الوصفه رائعه وزوينه موسميه. هي الطريقه اللي لقينا عليها الجدود ديالنا والامهات ديالنا، هي هذه. غير كيكون الفول طري، هي الطريقه باش كياكلوه. استغلوا كل حاجه وناكلوها في وقتها. يعني واخا ديريه في المجمد واخا هكا، ولكن ما غاديش تاكليه فيه الفوائد ديالو بحال اللي غادي طيبيه وتاكليه بلا ما تجمديه. يعني كل حاجه تتكال في وقتها. ديال وقت الخبيزه اولا البقوله والفول والجلبان، ما شاء الله الخيرات غادي تدخل. ربي عطا خيرو، اللهم لك الحمد. هانتوما كنحيدولو داك الخيط ديالو. كاع داك البلاصه الكحله تنحيدوها، ما تنخليوهاش. وغنبقاو مستمرين هكا تنسالي ان شاء الله، ونرجع معكم.
صافي هنا البنات خرجت باش نجيب القزبور، المعدنوس والثومه القصبيه من الجردة ديالي، وغادي نوريلكم الجردة ديالي. ها هي اشتراكات تصب عليا ما شاء الله. هذا هو المعدنوس كله طري. وغادي نوريلكم اللي ما عندهاش البلاصه، نوريلكم فين درت القزبور. درتو غا في السطل وتبارك الله عطا. عندي في الارض وعندي في السطل. اللي عندها السرجه من البالكو السطح تغرسو غير في السطح اولا في السطوله اولا في البانيو اولا المهم الحاجه من الانسان تهي كل حاجه طريه. واخا تقولوا الربيع موجود الربيع هذا، ولكن والله ماشي بحال اللي غتصاوبي على يدك، ما مداوي ما حتى شي حاجه بيو. هانتوما المعدنوس تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. هانتوما فين زرعت القزبوره البنات غير في السطل ديال الصباغه. شوف تبارك الله قداش. القزبور اسهل ما يكون الزرع باش تغرسيه دغيا كيطلع في الساع. وراه عندي في الارض الدنيا فازقه دابا واضطريت ناخذ غير من هذا. هانتوما تبارك الله كاينش بحال حاجه تخدمي على يديك والله ما كاينه. كتحسي بواحد الشعور شكل. ها هو عندي في الارض راهي عندي مطيشه. عندي تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. ها هو عاوتاني هاد السطل عامر قزبور. نحيد الثومه اجيو معايا نوري لكم الثومه القصبيه. هي هذه كنحيد منها، نحيد منها الحوت، نحيد منها ما كنلقاش عندي الثومه في الدار. الثومه غاليه تبارك الله راكم عارفين، غاليه. بعض الخطرات تنقضي غير من هذه. وراه عندي جهه اخرى عاوتاني هانتيا غادي نحيد هاد شويه. ها الكرفس اخواتاتي شوفوا تبارك الله الخيرات سيدي ربي. مخلطه انا القزبر والكرفس المعدنوس، عفوا المعدنوس والكرفس. انا زرعت هنا الخس البنات وليشو. انا كان عندي الدجاج هنايا وحيدته وعطاني اتساع تبارك الله. نلقى فين نغرس. هذه الجواف هذه سميتها المانغا. هاد الشجره المانغا اللي ما كيعرفهاش. نزيد شويه المعدنوس. كنحيد واحد الربيع نلوحو. وها الخص تتقولوا لي كي جاتكم الجرده ديالي. ها هو الخص البنات. ها نتوما الخص فين درتوها في السطل. انا غادي نحيد وحده بعدا نديرها في الغدا اليوم اش لهضه ان شاء الله. ها هي نحيد وحده. ايوا نتوما درتها غير في السطل ماشي في الارض. هذه درتها في السطل. شوف شحال هنايا تبارك الله راه شي 6 ولا 7. بغيت نحيد ليها الجدر ديالها. ها الجدر غادي نحيدو وغادي نولي نغرسو وغادي يطلع. اي والله ما بغات تحيد. واحد اليد ما يدير والو. المهم راني دخلت دابا الكوزينه وغسلت القزبور ديالي والثومه ديالي والمعدنوس ديالي. وغادي نوري لكم الطريقه اللي غندير ليه. كاين اللي يبخر اولا يفور هذا الفول تيطيب ويديرو في شي اناء ويدير عليه زيت الزيتون، ضروري من زيت الزيتون والملحه والكمون وشويه السودانيه فقط بدون قزبر ولا ثومه. حتى انا كندير لها حتى انا كندير لها ديك الطريقه بعض الخطرات. ولكن دابا اضطريت القزبر كاين طري المعدنوس طري كلشي طري تبارك الله. وقلت ندير معاهم واحد الكميه ديال القزبر ومعدنوس والثومه يتفور معاهم وبقاو معايا.
هاذيك التومة القصبية تبارك الله كتعطي واحد الريحة كتحمق. وهنا كنجيب واحد الكركوبة ديال التومة، غادي نغسلها ونديرها في الكسكاس هكاك بقشورها حتى طيب ان شاء الله. وغادي نبعسها ونحيد منها داك هكايا. هانتوما تبعوا معايا. هنايا كندير التومة ديالي، من بعد ندير القزبور ومعدنوس والثومة القصبية، والكسكاس راه على البوط البنات، راه كيسخن باش نفور هاد الفول. غادي نجيب البرمة هي طايبة، درت فيها حامضة صغيرة باش ما تكحليش البرمة، وغادي نضيف واحد المعلقة د الملحة. صافي وغادي نرد الفول ديالي يفور. وبقاو معايا. هنا صافي الفول ديالي طاب، جبت واحد الاناء كما غتشوفوا، وغادي نفرغ فيه داك الفول اللي طاب، وغادي نوجد ليه زيت الزيتون ولو شويه د الملحه والكمون والقزبور يابس وشويه السودانيه كتبقى اختياريه. هنا كنجيب داك الثومه كنخرج من هذاك العصاره ديالها. هاد الطريقه هذه زوينه بزاف، بلا ما نزيد نشحرو فوق البوطه. غادي نشحرو نديه ونجيبوه، ولكن ماشي بحال اللي غادي نقلي الربيع في الزيت. الثومه كتبقى بالجد ديالها مجهده. صافي غادي نقلب الا بقات تما شي وحده، حقاش الثومه صغيره كتبان ليا صغيره. صافي ما بقاش. تبعوا معايا الطريقه الاخوات، الله يجزيكم بخير. ابناتي المبتدئات مقبلين على الزواج، الله يكمل عليكم بالخير والله يسخر لكم والله يثبت الغرس. هانتوما دابا غادي نجيب نجيب الكمون. كاينه هاد الوصفه هادي كتبغي الكمون واحد 2 معالق كمون البلدي البنات مدقوق على اليد، 2 معالق صغار الملحه على حسب الذوق، والقزبر اليابس مطحون ضروري منه. 2 كيلو د الفول هنا البنات راه ما كيعطيش بزاف، يعني اللي بغات تكتر دير 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، اللي عندها العائله كبيره الله يخليه ليكم والله يخليكم لبعضياتكم. صافي غنجيب واحد المغرفه وغندير زيت الزيتون قياس 4 كاس ولا نص كاس ديال العنبه. نتوما 4 كاس لحقاش ما عنديش الفول بزاف. صافي غادي نمعسو مزيان مزيان. انا ساليت كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا،
ومرحبا بالناس الجداد، مرحبا بالناس القدام، ونتلاقاو فيديو قادم إن شاء الله بحول الله. تبقاو على خير.